ولد عنده 10 سنين عمره ما صلى، وفي يوم الأستاذ شرح لهم في المدرسة عن قد إيه صلاة الفجر عظيمة، وربنا بيحب اللي بيصلي الفجر. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. فقرر الولد يفضل سهران علشان يروح يصلي الفجر في المسجد. ولما سمع الأذان وكان رايح يصلي لقى المسجد بعيد قوي والشارع ضلمة وخاف يروح لوحده. قعد يعيط وهو واقف في الشباك لحد ما شاف جارهم رايح يصلي. راح الولد مشي معاه لحد المسجد وطلب منه إنه يبقى ياخده كل يوم وهو رايح يصلي، والراجل فعلا بقى يستنى الولد كل يوم وياخده معاه المسجد. وبعد كام شهر توفى الراجل ده، والولد انهار وعيط. ولما أهله استغربوا وسألوه أنت زعلان ليه؟ قال لهم يا ريت كان بابا اللي مات مش جارنا، بابا عمره ما صلى ولا عمره أخدني معاه نصلي. أبوه اتأثر جدا بكلامه وزعل جدا من نفسه، وبسبب كلام ابنه بقى ملتزم بالصلاة وبقى بياخد ابنه دايما يصلي معاه.